أطيب لحمة مشوية بالفرن ممكن تعملوها. كتير سهلة وطريقتها كتير كتير بسيطة وما بتاخد وقت أبدا وبطريقة كتير مميزة. وطبعا معاها تراتور والخضرة المشوية تاخد العقل. وصفة رائعة جدا جدا، بتمنى تنال إعجابكم. بالبداية بنحتاج للحمة مفرومة مدهنة، بدها تكون حط لها ملح وفلفل. أنا ما بحب ضيف بهارات كتير للتبلة مشان تعطي اللحمة نكهتها. ومنجيبها منقرصها بهذا الشكل ومنحطها بسياخ، ومن بعدها بنحطها على صينية محطوط تحتها ورق زبدة بهذا الشكل. طبعا ما في داعي تكونوا محمين الفرن مسبقا لانه هو على هدوء النار بينسوى بالفرن. وبعد ما نقرصهم بهذا الشكل بنحط البندورة والمقطعة، الفلفل، البصل، الخضرة اللي بتحبوها. انا حطيت هاي الخضرة، البصل الصغير، وقطعت البندورة مشان تنشوى والفلفل مشان تنشوى وحطيتهم بالفرن. التبلة الثانية عنا شيش مفروم ناعم وضفت له ليا عشان يدهن، وملح وفلفل وبابريكا او فلفلة حمراء، وعجنتهم مع بعض كتير منيح لحتى تجانست المكونات كلياتها. وقرصتهم كمان بنفس الشي، ونفس الشي زدت لهم الخضرة وعلى الفرن مباشرة. بهذا الوقت نحن بنحضر البيواز، عبارة عن بقدونس بنفرمه ناعم مع بصلة فرم كمان ناعم لشرائح شرائح، بنحطها فوق بعضها وبنجهزها على جنب. بنحط لها السوائل تبعيتها والبهارات. بهذا الوقت كمان بنحضر للخبز الفليفلة، عبارة عن رب البندورة ومعجون الفليفلة ودبس الرمان وزيت وملح فقط لا غير. بندهن فيهم الخبز بهي الطريقة مثل ما انكم شايفين، وبنحضرها لحتى وقت تستوي معانا اللحمة فورا نحطها فوقها مشان يتسقسق. وكتير طعمة طيبة وكتير رائعة 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 ومنهنها كأنك جايبتيها من المطعم وجاهزة، ولا بتاخد معك وقت، وكتير سريعة وأسهل أكلة وأطيب أكلة ممكن تجربيها. شوفوا كيف صارت معانا. بهالوقت بنحط ملح، دبس الرمان، ملح سماق وزيت للبيواز، وبننشره بهذا الشكل فوق الصحن. طبعا انتو فيكم تحطوه بجنب واحد، فيكم تنشروه. انا بحب يتغلل باللحمة وقت اللي بعمله. شوفوا بهاي الطريقة. هلا استوت معنا اللحمة، شوفوا كيف طلعت تاخد العقل، كأنك سويتيها على النار، كأنك سويتيها على المنقل. كتير سهلة وكتير طيبة وكأنه انت جايبتيها جاهزة. شوفوا الصحن لحاله عم يحكي وينطق، وطرية جدا جدا ورائعة ما فيها ولا غلطة. بتمنى إذا تكون عجبتكم. إذا عجبتكم لا تنسوني من اللايك والشير وتعليقاتكم الحلوة والاشتراك بالقناة كتير مهم. بتمنى إنه وصفاتي تكون عم تعجبكم. لا تنسوا المتابعة. أكلة كتير طيبة وفخمة وما بتاخد وقت أبدا. السلام عليكم.